طبعا أكيد كلنا عارفين إيه هو البنك، وفي ناس كتير أول ما بتسمع كلمة بنك بيتخيل على طول بدلة شيك ومكتب إزاز ومرتب محترم. طيب لو أي حد سألك يعني إيه بنك؟ يعني إيه المكان اللي ملايين الناس بيحطوا فيه فلوسهم كل يوم؟ يعني إيه المكان اللي بيتقال عليه دايما مؤسسة مالية ضخمة كبيرة، ورا الكلمة دي بيكون عالم ضخم. يمكن احنا متعودين نشوف البنك من بره، مبنى شيك، شبابيك تيلر، موظفين لابسين بدل، وشوية أوراق بيتسلموا من هنا لهنا. لكن يا ترى جوه البنك ده فيه إيه؟ وبيشتغل إزاي؟ وليه أصلا البنوك ليها الدور الضخم ده في الاقتصاد؟ ليه كلمة بنك بيبقى ليها دايما رهبة وجاذبية عند الناس؟ هل فعلا كل البنوك شبه بعض؟ هل في ناس جوه البنك غير التيلر، موظفين خدمة العملاء وموظفين الاستقبال؟ عمرك تخيلت يوم واقعي جوه البنك بيكون عامل إزاي؟ التعامل مع العملاء، الأوراق، الكمبيوترات، السيستم، والمصطلحات اللي بتتردد على أسمعنا كتير. هل ليك قصة معينة أو موقف واقعي حصل معاك بالفعل جوه البنك؟ تساؤلات كتير بتدور في دماغنا عن البنوك وعالم البنوك. تعالوا النهاردة نسلط الضوء على صورة مصغرة عن البنوك عشان نبدأ نشيل ضبابية الرؤية اللي مش مخليانا نشوف الصورة كويس. قبل ما نسأل نفسنا يعني إيه بنك أصلا، لازم نفهم إن البنوك مش مجرد أماكن للإدخار أو أماكن بنحط فيها فلوسنا ونعدي نسحب منها لما نحتاجها. الحقيقة الموضوع أكبر من كده بكتير. ليه؟ لأن البنك مؤسسة مالية ضخمة جدا، بتعتبر بالنسبة للاقتصاد بمثابة القلب اللي لازم ينبض عشان الاقتصاد يفضل عايش. ودي مش مبالغة على فكرة، وهتشوف كده بنفسك، لأن البنوك بتلعب دور مهم وضخم جدا في حياتنا وفي اقتصاد البلد عموما. بيجمع فلوس من هنا ويديها لتمويل مشروعات من هنا، بيسهل تحويلات، بيمول شركات، وبيدعم النمو. يعني في الحقيقة كلنا معتمدين عليه من غير ما نحس، من أول مرتبك اللي بينزل في حسابك لحد القرض اللي بيبنوا بيه مصانع كبيرة وضخمة. ده هو البنك ببساطة وبهيئته الحقيقية. ولو حبينا اننا نوصف ابسط صورة عن البنوك، ممكن نقول ان البنك ده هو المؤسسة اللي بتاخد الفلوس من الناس اللي معاهم زيادة واللي بيسموهم المودعين، ويدي الفلوس دي لناس او شركات محتاجة تعمل مشروعات او تبني مصانع او عقارات او تنمي وتكبر من مشروعات موجودة بالفعل. فهتبص تلاقي ان في انتاج وفي زراعة وفي صناعة وفي تصدير، وكل الحاجات دي طبعا بتصب في اقتصاد الدولة كلها. وكمان البنوك بتمول الأغراض الشخصية، زي مثلا إنك تشتري شقة أو بيت أو عربية أو حتى تمول فكرة جديدة. وكمان البنوك بتوفر لنا خدمات تسهل حياتنا اليومية، زي الحسابات والكروت والتحويلات ودفع الفواتير. وبتوفر لنا كمان خدمات رقمية من غير ما نروح البنك. ومن غير البنوك كان صعب جدا يكون في استثمار حقيقي أو تمويل للمشروعات الكبيرة، وكانت هتفضل الفلوس محبوسة من غير فايدة للمجتمع كله. يعني باختصار البنوك مش مجرد مكان لحفظ الفلوس، ده جزء أساسي من عجلة الاقتصاد وحياتنا اليومية. ولو بصينا هنلاقي إن البنك ده زي خلية النحل، فيها ناس كتير شغالة ورا الكواليس عشان فلوسنا وفلوس البلد تتحرك وتحقق العائد منها، وهو نمو البلد واكتفائها الذاتي. وده اللي بيحدد قوة وهيبة أي بلد، وبالتالي رفاهية المواطنين اللي عايشين فيها. فلما اي حد يسألك يعني ايه بنك، ما تقولش في بالك ياه ده ابسط سؤال كان ممكن يخطر على بالي، لان انت بما انك راجل بتخطط انك تكون واحد من الجهاز المصرفي، لازم تكون مستوعب الصورة كاملة للمعنى وعارف كل ابعادها. وتقولي كده بالفم المليان، البنك هو المؤسسة مالية عملاقة بتشتغل كجسر ووسيط مالي ضخم بين ملايين الناس اللي بيوفروا فلوس وبين اللي محتاجين تمويل أو استثمار. دوره مش بس تجميع وإقراض، لكن بيشارك بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد ككل، زي إنه بيمول مشروعات جديدة، بيساعد الشركات إنها تكبر وتنمو، بيسهل المعاملات المالية محليا ودوليا، وبيحافظ على استقرار النظام المالي.
يعني ببساطة البنك هو أمان للمدخرات ودعم للاستثمار وحلقة وصل بين كل أفراد ومؤسسات المجتمع. ولو توقفت البنوك أو حتى ضعفت، الحركة الاقتصادية كلها ممكن تقف. معنى كده إننا لما بنقول بنك إحنا بنقصد مؤسسة مالية ليها دور محوري في الاقتصاد، بتستقبل فلوس الناس وتحافظ عليها وبتدي قروض للناس والشركات، وكمان بتستثمر الفلوس دي عشان تحقق أرباح. طيب هل كل البنوك شبه بعض؟ الإجابة باختصار لا، في أنواع كتير من البنوك وكل نوع ليه تخصص ودور مختلف شوية. أول حاجة لازم نعرفها إن كلمة بنك دي كلمة عامة جدا، يعني زي ما بنقول كده كلمة شركة، لكن جواها أنواع وتخصصات كتيرة جدا. يعني مش كل البنوك وظيفتها واحدة، ولا كل بنك بيشتغل بنفس الطريقة أو بيستهدف نفس العملاء. تخيل معايا كده البنوك كأنها مطاعم. أيوة مطاعم، مستغرب ليه؟ في مطعم شعبي بيقدم أكل لكل الناس، وفي مطعم فاخر جدا بيخدم فئة معينة، وفي مطعم نباتي بيشتغل بطريقة مختلفة لأن عنده نظام مختلف، وفي الآخر كلها اسمها مطاعم، لكن كل واحد له زباينه ونظام شغله الخاص بيه. اهو البنوك زي كده بالظبط. في بنوك تجارية وده اكتر نوع بنشوفه حوالينا، زي البنك الاهلي وبنك مصر والسي اي بي وبنك القاهرة والاسكندرية وكل البنوك دي. والانواع دي اللي معظمنا بيتعامل معاها عن طريق فتح حساب، عمل قروض شخصية، ودائع وصرف شيكات الى اخره. ومن اهم وظائفها انها بتستقبل ودائع، يعني بتحوش فلوس للناس، ودي وظيفة ادخارية. وبتدي قروض شخصية او تمويل مشروعات صغيرة او متوسطة، ودي وظيفة تمويلية. وكمان بتعمل تحويلات داخلية وخارجية بين الحسابات، وبتقدم خدمات زي الكروت البنكية وخدمات الانترنت البنكي وخدمات الدفع وغيرها. يعني النوع ده من البنوك بيخدم الافراد العاديين وكمان الشركات الصغيرة والمتوسطة. طيب وفي نوع تاني من البنوك اسمه البنوك الاستثمارية، ودي شغلها مختلف شوية لان شغلها الاساسي مع الشركات الكبيرة والاستثمارات والمشروعات الضخمة. هنا البنك مش بيفتح حساب توفير لشخص مثلا، لا، لكن بيركز على تمويل الشركات الكبيرة وإدارة عمليات الدمج والاستحواذ وترتيب طروحات الشركات في البورصة وتقديم خدمات واستشارات مالية ضخمة. يعني باختصار النوع ده بنوك بتخدم عالم البيزنس الكبير مش الأفراد العاديين. وفي عندنا كمان نوع تاني بيسمى بالبنوك الإسلامية، ودي فكرتها إنها بتشتغل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. يعني مفيش نظام فوائد بالشكل التقليدي، لكن في صيغ تمويل زي المرابحة والمشاركة. يعني بدل ما تقول إنك هتاخد قرض بفايدة، يقولك هنمولك بشراء سلعة ونبيعها لك بالتقسيط، يعني مرابحة. أو ندخل معاك شراكة مع بعض ونقسم الأرباح، اسمها مرابحة. بس برضه جواها نفس الخدمات اللي الناس بتحتاجها من البنوك العادية، زي الحسابات وزي التمويل والقروض الشخصية وإلى آخره، لكن بطريقة مختلفة شوية. في كمان عندنا بنوك اسمها البنوك المتخصصة، يعني بتشتغل في مجال أو في قطاع معين، وهي المسؤولة كمان عن تنمية القطاع ده ودعمه كمان، زي البنوك الزراعية واللي بتهتم بالمجال الزراعي، زي إنها بتقدم تمويل للفلاحين والمشروعات الزراعية. وزي البنوك العقارية برضو معانا واللي بتركز على تمويل العقارات والمشروعات السكنية. وزي برضو البنوك الصناعية اللي بتهتم بقطاع الصناعة. الخلاصة ان كل نوع له طبيعة شغل ومهارات مختلفة جواه على حسب مجال البنك وجمهوره المستهدف. طيب انا ليه لازم اعرف كل الانواع دي؟ لان ببساطة عشان وانت بتفكر تشتغل في بنك لازم تبقى فاهم نوع البنك ده وبيشتغل في ايه. يا ترى بنك تجاري بيتعامل مباشرة مع الافراد والشركات الصغيرة، او بنك استثماري بيتعامل مع شركات ضخمة وأسواق المال، أو بنك إسلامي بيأدي نفس الخدمات بس بطريقة مختلفة شوية، أو بنك قطاعي زي البنك الزراعي أو بنك الصناعي أو غيره، أو البنوك العقارية.